السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الجميع بخير يا رب. رئيس البلح، الرئيس عبد الفتاح بتنجانة، اسمع كده. احنا مش هنسمح ان حد يهدد الصومال، ومش هنسمح ان حد يمس الصومال. وانا بقول الكلام ده بمنتهى الوضوح. محدش يجرب مصر، محدش يجرب. يا سيادة الرئيس عبد الفتاح يا سيسي، أنت ليه فاكر نفسك قبضاي وسجرت ومفيش منك؟ أنت عايش في دور مش بتاعك، ولا يشبه لك ولا يليق عليك خالص. أنت تعرف الراجل اللي أنت موقفه جنبك في المؤتمر ده، الشيخ بتاع الصومال، الراجل الطيب ده اللي انت عمال تقول له احنا مش هنسمح عشان احنا لينا منفذ البحر الاحمر من عندهم فعلا. هي بتستحق الصومال انها تكون تحت حمايتنا كمان، علشان احنا لينا منفذ عندهم على البحر الاحمر اللي اثيوبيا عايزه تروح تسيطر عليه. تعرف ان انت دلوقتي رجب طيب اردوغان صاحبك وحبيبك لما جالك زياره هو والسيده امينه اردوغان زوجته المصون مصر، استقبلتهم وحفاوه وده. تعرف ان رجب طيب اردوغان دلوقتي جاب ابي احمد على الراجل بتاع الصومال اللي قاعد معاك ده، اللي انت عمال تبخر له ده، صالحهم على بعض. دلوقتي بقوا دلوقتي سمنة على عسل، طبيعي لان هم ولاد جلدة واحدة شكل بعض. انت في وسطهم مصلحة وخلصت. انت اداة لحاجة معينة. انت بتلعب بيك كورة يا عبد الفتاح السيسي، انت بتلعب بيك كورة. صح ولا انا غلطان يا عبد الفتاح السيسي؟ بتلعب بيك كورة. سياستك خطأ، كل حاجة فيك خطأ في خطأ، حتى حكمك باطل. ضيعت نهر النيل، وضيعت الأراضي المصرية، ودمرت القرى المصرية بتهجير أهلها وتحارب أهلها كمان، ودمرت الغلابة وزحفت الناس على وشهم، وماشي كأنك أنت صح والناس كلها غلط برضه. مفيش فايدة. طيب يا سيادة الرئيس بتنجانة، طالما أنت راجل على قدك ودماغك مش دماغ، لا دماغ اقتصادي ولا دماغ سياسي ولا دماغ أي نيلة في أي نيلة، ما تبعد بعيد عننا وتسيبنا في حالنا. انت من ساعة ما جيت جبت لنا الفقر وجبت لنا معاك المرار الطافح. من ساعة ما جيت مسكت البلد، والله العظيم قبل انت ما تيجي البلد كانت البلد الناس عايشة في خير، والناس عايشة وساكتة وراضية بقليلها لأن قليلهم كان بيكفيهم. دلوقتي انت دمرت حتى نفسية الناس، مش أموالهم ولا أراضيهم ولا بيوتهم، نفسيتهم دمرتها. صح. بص اول انت ما جيت يا راجل يا محترم. يعني انتوا هتستحملوا سنه كمان، سنه كمان، بس اصبروا عليا بس شويه، اصبروا عليا كمان شويه كده. احنا كل المطلوب حاجه واحده بس: اصبروا وسترى، اصبروا وسترى العجب العجاب في مصر. 6 شهور بس، 6 شهور بس. هتصور خلال سنه او سنتين على الاقصى يعني. طيب، صبرنا الست شهور 14 سنة ومفيش جديد، بس في جديد بالنسبة لك انت وللوزراء والناس اللي هي بتحرسك والناس اللي هي ايه، الحاشية بتاعتك. ده الناس دي اللي احنا شفنا الجديد معاهم ان هم بسم الله ما شاء الله قصور وفلل وسيارات فارهة وفلوس متلتلة بره، واللي عاوز يعمل حاجة بيعملها. شفناك انت بنيت قصور. انا عارف ان الفيديوهات اللي انا بعرضها لك ديت قديمة، انا عارف، بس انا عمال اطلع لك من الذكريات بتاعتك واوريك ان انت راجل فاشل، راجل فاشل فاشل. انت راجل فاشل عبد الفتاح السيسي. 14 سنة دوقتنا المرار الطافح. انا ما بتكلمش كمان على الناس الغلابة اللي مش عارفة تجيب قوت يومها، ولا عارفة تدفع ايجارها، ولا عارفة تعيش، ولا. ده غير المصايب ديت انت كمان بايع اراضي المصرية. يعني تيران وصنافير اللي انت بعتها للسعودية دي بتاعتنا، بتبيعها ليه؟ مين اللي قالك بيعها؟
انت خدت رأينا. انت بتقول انا كنت نايم وحلمت في الحلم امك ان امك، قلت امي جات لي في الحلم قالت لي رجع الحق لاصحابه. يعني امك قالت لك ادي الجزيرتين للسعوديه؟ جزيرتين مصريين عمر ما حد حكى فيهم ولا سمعنا حد اتكلم فيهم الا لما شفنا وشك. طبعا هم ستفوا لك الشنطه وقفل بقك بديت وانت اديتهم الجزيرتين وطلعت قلت لنا محدش يتكلم في الموضوع ده تاني. لا، هنتكلم في الموضوع ده تاني وتالت ورابع ونشوف اتباعوا ازاي وفلوسهم فين وعملت بيهم ايه وفلوس البلد فين، فلوس الدولة فين، فلوس الشعب فين، القروض اللي جت من بره فين، عملت ايه؟ ما شفناش حاجة. احنا ما شفناش منك حاجة ولسه عايز تقعد تاني؟ ناهيك عن ان انت حكومتك كلها فاسدة وحرامية بيسرقوا. عندك كامل الوزير ده كل يوم يبني كوبري ويهده ويبني واحد تاني. مصالح، بيعمل بيزنس سمسرة. انت حضرتك بتجيب اسلحة من بره وبتاخد عليها عمولات وعمال تجيب في سلاح وتجيب في. احنا لا هنحارب ولا هيلزمنا نحارب. احنا محدش هيلزمه يحاربنا ولا حد هيقدر يجي ناحيتنا. ما احنا 30 سنة مع حسني مبارك ما عندناش سلاح، سينا فاضية اساسا. عمر ما الجدار بتاعنا اتخربش بس كده ولا حد فكر في حاجة وما كانش عندنا سلاح. ها؟ وفي الحروب القديمة ما كانش عندنا سلاح برضه وخدنا حقنا ورجعنا أراضينا وعملنا اللي عملناه وما كانش عندنا سلاح. انت جاي تشتغلنا ولا انت جاي عايز مننا ايه بالظبط؟ طبعا ولاد العم لما دخلوا سوريا كانت بمباركتك انت وابن زايد وابن سلمان، انتوا التلاتة. كانت بالمباركة بتاعتكم انتوا التلاتة. ما هو اي خراب بيحصل حوالينا في الدول اللي حوالينا بيبقى بمباركتك انت واصحابك، ابن زايد وابن سلمان. ما بتبقاش كده يعني. وقتل اطفال غزة، الاطفال اللي بتموت في غزة دي انت ليك يد في الموضوع، ما انت مجرم واخد عليها. انت مجرم واخد عليها. عندك المقابر في مصر اللي انت طربقتها على دماغ الموتى ديت ومش مهم اهاليهم ولا اي حاجة، مش عارفين انت بتعمل ايه وبتنظف الارض دي هتبيعها لمين. المهم ان المقابر ديت انت طربقتها على دماغ صحابها واهالي الجثث عمالين يلطموا ويصرخوا ويحطوا تراب على دماغهم ومحدش بقى عارف ابوه فين ولا امه فين ولا محدش عارف. ما بقاش حد عارف المقابر بتاعته فين، بتسهدم كله على بعض. واحمد موسى الضلالي، احمد موسى بتاعك الاعلامي المأجور اللي باذن الله في اول الطابور مع ابراهيم عيسى ومصطفى بكري وعمرو اديب والاشكال الضاله دي كلها، الاعلام المأجور اللي بياخدوا اوراقهم من امن الدوله ومن المخابرات باللي هيطلعوا يقولوه. احمد موسى طالع يقول لك ايه؟ الاعلام المغرض وبيجيبوا لنا اخبار كاذبه واشاعات ومفيش هدم مقابر ومش عارف ايه، وراح بعت عيل عمل له فيديو على مقبره نظيفه. قال شوفوا يا جماعه، نزل الراجل المقبره طلع شوال فاضي. قال لك احمد موسى قال لك شفت حاجات فاضيه مفيش فيها ولا جثث ولا حاجه ولا بتاع، وده تنظيف وده مش عارف ايه انت بتتكلم مين يا احمد يا موسى؟ انا مش عايز اقعد اوريك الناس اللي بتصوت والمقابر والدين، مش هوريك حاجه، انت عارف والناس اللي بتتفرج علينا عارفين وشايفين كل حاجه وزهقوا وطفحوا الدم منكم. طالع تقول لك لا ده شوال، يعني اللي الناس بتشوفه ده كله وانت طالع تستعمل ناس وتقول لهم لا ده شوال فاضي في مقبره وبتاع كلام فاضي مش عارف ايه. انتوا ليه كلكم مجرمين يا احمد يا موسى؟ كلكم ليه مجرمين؟ ليه مجرمين؟ قولوا لنا ليه انتوا مجرمين ليه؟ طب دوروا على واحد زي انا كده، شوفوا انا ليه هربت من مصر. دوروا على اوراقي كده وشوفوا انا هربت ليه من مصر، وشوفوا انا اتظلمت ازاي في بلدي. دوروا عليا كده، شوفوا قولوا مين ده، دوروا عليه كده.
الراجل ده هرب من مصر ازاي وليه؟ ايه اللي خلاه يهرب من مصر؟ مجرمين كلكم، كلكم مجرمين. كان اعلام ولا رئيس جمهورية ولا انت كرئيس جمهورية، انت حتة قطعة شطرنج بيتلعب بيك، بيتعمل بيك اللي هم عاوزينه. وانت مجبر ان انت تبقى عندك ولاء لكل تنفيذ الاوامر والطلبات الخارجية عشان تحافظ على عرشك انت وابن سلمان وابن زايد. ما انتوا لو ما عملتوش كده هتاخدوا على عينيكوا وعلى قفاكوا وبالشلوت. بس انتوا مجبرين تقدموا الولاء والطاعة لأسيادكم اللي راكبينكم اللي بيوقفوكوا جنب سلم الطيارة. وكده يبقى يا إما العرش هيروح في داهية. لازم تعمل كده، مستعد لأي إجرام تنفذه. أي حاجة أنت عايزها لازم مستعد لأي إجرام تعمله، بحيث إن أنت تبقى راجل قد الولاء والطاعة علشان العرش بتاعك. بس العرش بتاعك ده زي ما أنا قلت لك، هيجي يوم من الأيام مع فتاح السيسي وهنخش نجيبك من على السرير إذا ما لحقتش تهرب يعني. وديون مصر اللي أنت جبتها وخدتها وفرقتها عليكوا سمسرة وروايات أنت والحاشية بتاعتك، الديون دي كلها سقطها يا باشا. وجيشنا، احنا واثقين في جيشنا وعارفين جيشنا وفاهمين. اي نعم ممكن يكون في بعض القادة من ناس من القيادات مش مظبوطين، بس ده كله ما يقولش ولا يعبر ان الجيش بتاعنا وحش. لا، جيشنا ولادنا واهالينا وهم احنا وهو احنا هم شعبنا. احنا جيش وشعب ايد واحدة. عشان ما يطلعش واحد لجنة من اللي انت مسرحها عبد الفتاح السيسي، العيال التافهه. انت بتصرف ملايين على اللجان الذباب الالكتروني، ملايين بتصرفها، بتدفع اجور تقيله للناس اللي بتطلع تشتم في الناس. لجان الذباب الالكتروني بتاعك بتصرف ملايين كتيره. ما تسيبونا في حالنا تخلونا نعيش حياتنا في بلادنا ونعيش زي بقية خلق الله، وما تحسسوناش وتعيشونا في أجواء حروب ودمار وروايات وانتوا كلكم أصلا. يعني انا مش عايز اقول كلام ملوش لازمه. انتوا جايين متفقين علينا واللي في دماغكم بتعملوه، واحنا مش عاوزين نخرب بلدنا والله. هيطلع واحد لجنه يقول لي يحيى الرئيس السيسي، يحيى الجيش، يحيى الشعب. طبعا، بس السيسي لا. يعني يحيى الجيش وعلى راسي. وده الجيش ده شرف ليا، هو شرفي انا كمصري، بتشرف بالجيش بتاعي. لكن عبد الفتاح السيسي ده موظف فاسد وعنده معاونين ليه لازم يتحاكموا، لان خيانتهم العظمى للدوله واضحه زي الشمس، حتى العالم كله بره شايفها. واحنا عمي؟ امال ايه؟